بعدك صار اللي صار. طيصة مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وصحة رمضانكم ان شاء الله تكونوا صمتوا بالصحة وتصوموا بالصحة والهنا. اليوم جيتكم تحلية اقتصادية ومكوناتها موجودة في كل دار، ومن الفوق راهي بنينة بنينة بنينة، ما تصوروش قد ما هي بنينة، تاكلوا منها وما تشبعوش. التحلية تاعنا في سهلة كما قلت لكم، ومكوناتها ما يطلبوش مكونات بزاف. عندنا 3 مغارف سكر مع 2 مغارف نشا ما يكونوش معمرين مليح، مع مغرف كاكاو البني مش الكاكاو الاسود. نخلطوا المكونات تاعنا مليح في نصف اطرة تاع حليب بارد في بارد، ومن بعد نحطوهم على نار تغلي حتى نتحصلوا على القوام هذا تاع الكريمه. من بعد نزيدوا لها، هذه اختياريه، تحبي تزيدي لها مغرف شيكولاته تاع طالع زيدي لها مغرف، ولا تزيدي لها نص علبه تاع شيكولا عاديه، سمعتي والاختيار تاعك. انا زدت لها مغرف تاع شيكولا طالع، وزدت لها مغرف كبيره تاع زبده. ولهنا لازم تكون الكريمه تاعنا سخونه باش كلشي تاعنا يذوب. انا البنات هنايا فرغتها في الكيسان اللي عندي، وكل وحده تستعمل الكيسان تاعها تاع تحليات، اسمعوا على حساب الاختيار. لهنا كي تحبوا تفرغوا الكريمه تاعكم ما تعمروش الكاس، لخاطر حنا حنستعملوا 2 طبقات مع التزيين، هذاك هو جوستومون قد ما ديروا شويه شويه. نفرغوا الكريمه تاعنا ونخليوها تبرد، ونروحوا للطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه راح تكون بطعم تشينا، وتكون طعمها بزاف بنين. انا استعملت جو تاع جو ناتوريل، يعني تشينا عصرتها في الدار عندي، قيمه 30 سنتيلتر. من بعد نزيدو مغرف تاع نشا كبيره تكون معمره مليح بومبي، مغرف برك ما نستعملوش من سمح جي الطبقه الثانيه رايحه تجي على شكل لاجولي، ما تجيش ثقيله. ونزيدو مغرف سكر ولا 2 مغارف على حساب الذوق تاع التشينا تاعك، اذا كانت حامضه ديري 2 مغارف، واذا كانت مليحه ديري مغرف، وكل واحد والذوق تاعو. تخلطوا بارد في بارد حتى تحصلوا على الكريمه هذه والقوام هذا. نزيدوا لها مغرف زبده كبيره حتى هي، ولازم تكون الكريمه سخونه، ما نخليوهاش تبرد بزاف باش الزبده تاعنا تذوب عفوا. ونخلطوها حتى تذوب مليح الزبده، ومن بعد نروح نفرغوها فوق الطبقه الاولى. هنا انا بين الطبقات درت قاطو فتته بيديا برك بلا ماشينه ولا اي حاجه، بلا روبو. ولا تحبي القاطو هذا ديريه في الطبقه الاولى هكاك، هي السخونه قبل ما تجمد تفرغي القاطو هذاك وتفرغي مع بعضهم، ولا تحبي ديري بين الطبقات، اختيار يرجع ليك نتيا. انا هنا استعملت قاطو عادي، استعملت بيمو باش نتحصل على القرمشه هذيك كي نعود ناكل في التحليه تاعي. وهاي التحليه تاعنا واجده. انا زينتها بكريم شانتيي، تعرفوا كيفاه تطلعوها كامل. لهنا اختي الكريمه التزيين يرجع ليك نتيا بالشي اللي يكون عندك موجود في الدار. هذه التحليه تاعنا تاع الليله، صدقوني راهي بنينه بنينه، ما تصوروش قد ما جربوها وما تندموش. ان شاء الله تعجبكم وردوا لي بالخبر. قبل ما نقول لكم تبقاو على خير، لاول مره يشاهد قناتي ابوني للقناه، فعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد نحطه، ونتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.